صباح الأنوار، أهلا بيك في الدرس رقم 2 من دفاع فرس النهر أو الهيبو أو الهيبوتيماس. وهذا الدفاع لا توجد فيه نظرية ولا توجد فيه خطوط، يعني مش هينفع حضرتك تيجي تقول لي يا ترى ممكن تشرح لي الخط بتاع فيشر أو الخط بتاع سباسكي أو الخط بتاع. مفيش خطوط. مجرد ما بتخلص ترتيب قطعك بالشكل اللي قلناه في الدرس الأول لا يوجد خط، لا يوجد نظرية. طب هنفهم هذا الدفاع أكتر إزاي؟ زي ما قلنا الدفاع ده بيتلعب بقطع البيضاء وبقطع السوداء. هنفهمه إزاي؟ لازم نشوف أهم الماتشات اللي اتلعبت فيه عشان نفهم أهم الأفكار، بس مفيش طريقة تانية غير كده. وتعالى نرجع لسنة 1964 لأن فيها الماتش اللي بسببه اتسمى هذا الدفاع دفاع إيه؟ الهيبو. وقلنا بقى إن السبب إن الإخوة المعلقين هم اللي سموه هذا الأمر. سباسكي بيلعب بقطع البيضاء ضد ماكسي ميلان يوتيلكي، الراجل يعتبر الأب الروحي لهذا الدفاع. وفي هذا الماتش سمي هذا الدفاع بالهيبو. سباسكي في أمانة الله بيلعب الإي 4، ماكسيميلان بيرد بالجي 6 وإذ كأنه بيلعب مودرن. دي 4، أنت سامح لي بالدي 4، أنا عايز أسيطر على السنتر. أكنه بيلعب مودرن بيشوب جي 7. نايت سي 3، ما زال عمنا سباسكي بيلعب بقواعد الافتتاح الكلاسيكية. بسيطر على السنتر، بطور النايتس، هطور البيشوبس، هبيت الدنيا جميلة. اي 6 بيطور النايت التاني تي 6 وبيقول له لو سمحت ما تلعبش الاي 5. بيطور البيشوب في ضغط على البيتا. كده كده بلعب الاي 6 وحميت البيتا. البيشوب بيهدد الوزير. كده كده عايز العب النايت الاي 7 وحميت الوزير. بيلعب اي 4، العب اي 4 وانبسط. الاول البيشوب بتاعك ده بيعمل ايه هنا؟ مش مرحب بيه. كده كده عايز العب اتش 6، سحب البيشوب. هلعب البي 6، عايز افنكت البيشوب. بيبيت، هتفنكت البيشوب؟ لا، هلعب الاول النايت دي 7 وماله، لا بأس. قلنا ترتيب النقلات ما فيهوش ادنى مشكله. جاب الرخ بتاعته في الفايل بتاع الاي، طبيعي عايز يجيب رخ في الفايل بتاع الاي والرخ التاني في الفايل بتاع الدي، ايه المشكله؟ الراجل بيبيت. الكوين تروح للدي 2 ورا البيشوب مطريه، عاملين بطاريه يعني. اوعى البدأ يا عم الحاج، لا بقى ولا حاجه. كينج اتش 7 والامور في التمام. الرخ التانية هجيبها الفايل بتاع الدي، الرخين ماسكين الفايل بتاع الاي والدي. منطقي جدا. لحد دلوقتي سباسكي بيلعب زي ما الكتاب بيقول، بيرتب قطعه في احسن اماكن دنيته زي الوقت. بيشوب بي 7 لكي ينهي ترتيب قطعه فيما يعرف باسم دفاع الهيبو. ماكسيميلان مع الدي لعب لحد دلوقتي. كوين اي 2، كوين سي 8 بلا اي هدف موضوعي. بيشوب اف 4. لحد دلوقتي سباسكي مش عايز يلعب اي 5 ولا دي 5، عارف ان هو هيقفل. بيشوف الدنيا رايحه فين. الرخ تاتي في الفايل بتاع الدي، يلعب اتش 4، لعله يلعب اتش 5، يجيب النايت بتاعه للاف 8. ليه؟ بيكمل هو بسحبة البيشوب، بس عشان خاطر لو لعب هو بهذا الشكل يطور هو وزيره، ولو اكل استعيد بالنايت. دي هدف اللعبة، ولكن مش ده اللي حصل. هو الراجل سحب البيشوب بتاعه. لا بأس. ماكسيميلان بيلعب الاف 6، بيمهد للاي 5. الراجل بيسحب النايت بتاعه، بيمهد لايه؟ لعله بيمهد يحرر البيضة. اي 5. بحارب على السنتر، فتحت الوزيري، نقلة كويسة عشان يسحب البيشوب. طب كان ينفع ياكل؟ يا ريت كنت هاكل البيضة بتاع الاي، مهدد البيشوب. النقل الادق ان يجيب البيشوب بهذا الشكل. طب هو مش خايف لا يتاكل؟ النقل الادق ان حضرتك تجيب الرخ تحمي النايت. لو اكلت هينزل بالنايت بكش، الملك بتاعك ينزل بالنايت. طب هو عايز الفورك؟ هي مش الفورك اللي شغلاه. هو الحقيقه بعد ما الملك بتاعي كان يمشي كان هيلعب هذا البيدق، ولو كنت سيادتك اكلت كان هيديك هذه الكش. الملك ينزل ياكل بقى، ويبقى عند حضرتك كش بالايه؟ بالكشف، مع تهديد الوزير. اي حاجه من سيادتك ياكل وزيرك. الوضع مفخخ. ليه؟ في قطع كتيره على البورد. الوضع مفخخ. ولكن هذا كله لم يحدث. هذا كله لم يحدث. ايه اللي حصل؟ لما هو لعب الاي 5، سباسكي سحب البيشوب بتاعه بمنتهى الهدوء. النايت بنطوره، هيقعد ورا في الاف 8 يعمل ايه؟
يقدم مزيد من الدعم للبيدق، لا بأس. بعد كده الرخ تأتي في الفايل بتاع الاف، النايت بيبحثوا عن مكان أفضل ويبدأ يلعب الاف 5. افتح الدنيا، فيقوم سباسكي ياكل البيدق بتاع الاي، يستعيد ياكل. وهنا دي نقلة كانت خاطئة من ان هو ياكل بمنتهى الهدوء. يبدو احنا برضو مش عارفين ظروف الماتش، يبدو ان دخل عمنا ماكسيميلان في ما يعرف باسم التايب ترابل، او الوقت كان بيخلص منه. النقلة دي كانت غير موفقة ليه. بيهدد الاول النايت، استعاد بالرخ، نقلة اخرى غير موفقة برضو، نتيجتها ان البيشوب بيهدد الرخ. الرخ لو راحت في اي حتة هتتاكل، ولو مشيت وسابت هذا الصف البيشوب هيسقط. يعني لو راحت لاي حتة سقط الايه، البيشوب بتاع حضرتك. ولذلك يبدو ان هو نقلة في عجالة كده، كان الوقت بيخلص منه او حاجة، عشان عمنا يأكل الرخ. لا تستطيع أن تعيد الأخذ بالبيدق، لأن البيشوب بتاعه رابط البيدق اللي ماسك المربعات البيضة يعني، وفي تهديد بمات والدنيا صعبة جدا. لذلك الراجل بعد ما سحب البيشوب انسحب من الماتش. هذا الماتش حصل سنة 64. كسب طبعا سباسكي الماتش دوت. لم يكن عمنا ماكسيميلان يوتيلكي موفق الذي ينسب له الفضل في إعادة إحياء هذا الدفاع. ولكن لسخرية الأقدار إن احنا لو رجعنا لسنة 1966، حيث كان سباسكي بيحارب على لقب بطل العالم ضد مين بقى؟ بتروسيان. ولعب ماتشين، سباسكي لعب ماتشين في هذه البطولة بدفاع الهبو. خبر سيء، سباسكي خسر لقب بطل العالم لصالح بتروسيان في هذه السنة. انا متهيألي بعد كده سباسكي خد لقب بطل العالم سنة 69 يمكن لحد سنة 72 او حاجة زي كده. ولكن تعال نشوف الماتشين، احداهم او حتى كلاهما اللي اتلعبوا سنة 1966 ضد بتروسيان. وهذه هي المباراة رقم 12. نايت اف 3 من بتروسيان، يرد عليها رد غريب جدا جي 6. طب والسنتر ده هتسيبوه كده يا اخوانا؟ ماشي. لاعب سي 4 بيشوب جي 7، ياخد بقى مساحة اكبر في السنتر، ما انت مش دي 6. طور النايت التاني، النايت بتاعه يروح للدي 7. قلنا ترتيب النقلات ما بيفرقش، احنا حافظين بقى جزء الحصانة هيجوا في الدي 7 في الاي 7، بنفنكت جزء البيشوبس. ماشي. اي 4 اديني هذا السنتر المرعب، ولا يهمنا. اي 6 اعمل اللي انت عايزه يا عم براحتك. طور البيشوب بتاعه عايز يبيت، بي 6 عايز افنكت البيشوب التاني، الراجل يبيت، فنكت البيشوب بتاعي، طور البيشوب التاني، طور النايت بتاع الاي 7. طبعا حضرتك فاكر ان اللي بيلعب بقطع السودا مين؟ سباسكي. بتروسيان يجيب وزيره للسي 2، سباسكي بمنتهى الهدوء بيلعب الاتش 6، بيكمل وضع قطعه. الرخ تأتي للفايت بتاع دي، الراجل بيبيت، وهنا لعب الدي 5. دي 5 احنا حافظين بنعمل ايه بقى؟ قلنا بنلعب الاي 5 وبعد كده هنلعب الاف 5. الراجل كان يبدو ان هو مش متاكد بقى سباسكي. طبعا سنه 1966 ما كنتش انا لسه تحت القناه، فيبدو ان سباسكي ما اتعلمش الافتتاح ده من عندنا هنا. ربما يكون شاف قناه زميله او حاجه، لا باس، ما نكرهش الخير لحد، ربنا يوسع الجميع. سباسكي لعب الاي 5 منطقي، الكوين ورا البيشوب، بطاريه، هذا البدء في خطر. كينج اتش 7 ده خطر ولا حاجه يا عم؟ ايه اللي حاصل يعني؟ ماشي. بلعب الجي 3، عايز تعمل منها ايه يا عم؟ انا هلعب الاف 5 بتاعتي اللي بيها عايز اهاجم السنتر بتاعك. الاستاذ ياكل، استعيد بالنايت. لو استعدت بالبيدة بعد لاين طويل هتخسر بيدة، ما تستعدش بالبيدة، استعيد بالنايت. البيشوب مهدد عادي جدا، طور البيشوب التاني بتاعه يحطه في مكان افضل، يمسك وتر افضل في وش الملك بتاعي. البيشوب بتاعي
اللي ماسك المربعات البيضاء ما عدلوش عيش في هذا الوتر. هذا الوتر تم غلقه بحمد الله. نسيبه كده واقف عن العمل؟ لا، تعالى يا بيشوب للسي 8 وامسك وتر تاني، عايزينك تشتغل في حته تانيه. يفنكت الملك بتاعه. النايت بتاعنا نبحث له عن مكان افضل يروح لجناح الملك. عايزين نهاجم. قلنا اتجاه بيادقنا رايح فين؟ رايح لاتجاه جناح الملك، يبقى انا هجومي رايح لجناح الملك. يلعب هو على طول الحصان بتاعه للاي 4 عشان انا اشيل حصان، مش عايز اكسر الحقيقه. يسحب البيشوب بتاعه. البيشوب بتاعي عايز اجد له مكان افضل. يرجع بالملك بتاعه. حضرتك تسحب النايت فاتح على الرخ. هذا النايت يعاني من تهديد ما. مفيش تهديد ولا حاجه ان شاء الله. البيشوب بتاعي هدد الرخ. الرخ تيجي. البيشوب يرجع. يطور البيشوب بتاعه بهذا الشكل، لا بأس. وزيري يروح على طول للاي 8 برضه لا بأس. الألعاب كلها تحس إن أنت إيه، مستني نعمل حاجة. طيب جبت الوزير مع الرخ. هذا البيدق عليه ضغط عادي يعني، ما محمي كويس، ايه المشكلة؟ بعد كده حضرتك هي بتبقى مجموعة من النقلات بقى، كل واحد لسه بيفكر هيعمل ايه المتاح. بس خلي بالك الوضع مفخخ في هذه الأشكال. ده كل قطعة موجودة على البوردة. كل الذي تم تكسيره هو جزء بيادق فقط. كثير من الأفخاخ موجودة على البوردة. النايت يذهب للاف 5 ياكل. استعاد بالبيدق ما كانتش حلوه، القضاء كان يستعيد بالبيشوب برضه. طب لا هو كان عمل كده هاكل. هو كان خايف من الفورك دي، لا هتاكل. طب هياكل، هنشيل النايت مهددين. طب هياكل، هاخد كده عادي جدا ومفيش ادنى مشكله. ولكن هو الحقيقه في الماتش ما لعب ايه، انه استعاد بالبيدق. ولما زح بهذا الشكل زح على البيشوب بتاعه، اكل، هدد البيشوب التاني. الراجل اكل بهذا الشكل، استعاد. الرخ تهدد الوزير، الوزير يمشي، النايت يهدد الوزير. اكل فاكل فاكل ودي يعني بغض النظر بقى ايه اللي حصل بعد كده، مش دي القصة مع الأسف. بطرسيان كان عنده أفضلية وكان عنده تفوق، بس هو ضيعه في الماتش ده. مش مهم كان فين بقى وفين، مش دي القصة. ما يهمنا هو بعض الأفكار. أهم فكرة خدتها عنك تعديل الوتر بتاع البيشوب. بطرسيان قعد يعيد وطلع من هذا الماتش بتاعته. طيب تعال نرجع من البداية. يمكن الماتش اللي فات يكون زي ما قلنا رقم 12، الماتش دوت رقم 16 من نفس البطوله. طبعا اسباسكي لسه بيلعب بالقطع السوداء، بتروسيان معاه القطع البيضاء. الراجل بيلعب دي 4 تبديل التغيير. جي 6 كاني هلعب مودرن. طب اي 4 بقى. فانكت البيشوب بتاعي، يطور النايت تي 6، يطور البيشوب عايز يبايت اي 6. يلعب النهارده سي 3، يبقى هيودي النايت بتاعه لدي 2 لا باس. اودي النايت بتاعي لمكانه في هذا الهيبو يبيت. النايت التاني يروح لمكانه، يطور النايت. عايز افنكت البيشوب لا بأس. اي 4 ماشي. اي 6 عشان لو حضرتك لعبت كده اقفل. الرخ تأتي في الفايل بتاع الاي. البيشوب يمسك هذا الوتر، يقدم مزيد من الدعم للبيدق اللي مدعوم اوريدي بالنايت لا بأس. عايز يحرر النايت في وقت من الاوقات ما يبقاش مربوط يعني بيه، ايه المشكله؟ ابيت اخيرا. النايت يبحث له عن مكان افضل. انت هتروح فين بعد كده يعني؟ مفيش حاجه تطرح. البيادق بتاعتي مسيطره على الصف الخامس. طور البيشوب بتاعه لا بأس. ألعب الاف 6. قد تسمح لي بالاي 5، قد تسمح لي في هذا الماتش مثلا هو لاعب الكوين بتاعته الاف 7. طور الكوين بتاعته، الملك يروح بنقلة وقائية بلا داعي للاتش 8. انا كمان هنقل الملك بتاعي للاتش 1 لا بأس. استغل مربع الفاضي احط فيه الكوين. النايت يعمل مناورة غير مفهومة عشان العب انا الاي 5. وفي الحالة دي بياكل. بسيطة. استعدت بالبدء بتاع الاف، بعتذر. فتح للرخ والوزير. طبعا لما فتحت الرخ والوزير هذا البدء مضغوط عليه. بيزيحه ويحميه. وانا هجومي بقى فين؟ شايف اتجاه البادئ رايح فين؟ شايف سيادتك؟ يبقى هجومي في اتجاه الملك. بس هجوم على يمين على بطرسيان. ده بطرسيان يعني الهجوم عليه فكرة
عشان انت عارف غاوي دفاع قد ايه يعني. طيب ينزل النايت يقدم بعض الضغط على البيشوب، يسحب النايت بتاعه مش فارقة معاه، كله يا عم لو عايز. الكوين تحاول تلاقي مكان افضل تفتح للرخ، ماشي. يسحب البيشوب بتاعه A5. النايت المفروض بيبحثوا عن مكان افضل، هتروح فين يعني يا عم النايت؟ البيشوب يرجع مهدد ان هو ينش هذا النايت، والبيضة تفتح على الملك والبادئ تتجوز. هدي يعني هدي نفسك يا استاذ، مفيش الكلام ده. البيشوب نبحث له عن مربع افضل، الكوين تروح لمربع مش افضل، بنتسلى بقى. الكوين تأتي لنفس المكان اللي كانت فيه من شوية، الرخ تطلع، ماشي لا بأس. البيشوب يرجع، ما تفهمش ايه اللي بيحصل يعني، بس ماشي. كثير من النقلات اللي احنا مستنيين لما ربنا يفرجها. يأتي النايت ضاغط على النايت، طب ناكل، طب نستعيد، ايوه حركة بقى شوية. البيشوب يجي ضاغط على هذا النايت، نهدد الوزير، الوزير يمشي. الرخ تأتي طبعا، ما فيش مشكلة، النايت بتاعنا بنسحبه ياكل. فهذا الماتش انتهى بعد مجموعة من النقلات لأفكار تعادلية بحتة، مش دي قصة. ولكن زي ما حضرتك شايف، دي من أهم الماتشات اللي اتلعبت سنة، أو اللي كان فيها الهيبو يعني سنة 66. طبعا مش أهمها ولا حاجة، ولكن اللي كانت تخصنا اللي كان فيها دفاع الهيبو. تعال ناخد الماتش دوت اللي اتلعب سنة 67. اي 4 عادي جدا، قلنا بقى اي 4 دي 4، كل الحاجات دي ما بتفرقش. بفنكة البيشوب كأني بلعب مودرن، بيطور النايت، بكمل رسمة الهيبو بتاعتي عادي جدا، ما عنديش أدنى مشكلة. لعبت الاي 6، استطيع اطور النايت واغطي. خدنا الفكرة دي قبل كده، لما البيشوب بيطلع يهدد الوزير، النايت بيطلع يغطي ويروح للمكان اللي انا عايزه. طيب الوزير ورا البيشوب، امشي يا عم البيشوب، البيشوب يمشي. لو بقيت هخسر البيضة فمش هينفع ابعد بالشكل دوت. بطور النايت بتاعي لمكانه، بيطور النايت بتاعه. بي 6 عايز افنكت البيشوب، افنكت البيشوب فعلا. لو لعب الاي 4، لو لعب بقى اي 5 هقفل، ما عنديش مشكله، ما بيلعبش الاي 5. تعال نشوف هذه الفكره بقى. نقل النايت بتاعه على طول لمربع الاف 6. هتعمل من كده ايه يا عم؟ مبدئيا البدء ده كان مضغوط عليه بالبيشوب عندي وبالنايت، فزاح وبيحمي. شال النايت بتاعه، ضاغط على النايت، ضاغط على البيشوب. الراجل شال البيشوب من الضغط دوت. هو ما شالوش، هو لسه تحت التهديد، ولكن هو سمح له انه يعمل النقله ديت. ايه هي؟ انه اكل. لما هو استعاد بالوزير سمح لبيت. واخد لي بالك؟ ما انا ما كنتش عارف ابيت طول ما الوزير ورا البيشوب ضاغطين على البدأ بتاعي. الوزير ورا البيشوب ضاغطين على البدأ عندي بتاع الايه؟ الاتش. فانا لما اكلت، يا كان هيبوظ هيكل بدو، يا هيشيل الوزير. شال الوزير فانا بيت. شفت انت الحركه ديت؟ حركه ايه؟ محترمه. طيب الراجل اكل، احنا استعدنا، او هو استعاد يعني، اللي بيلعب بالقطع السوداء. النايت ضاغط على هذا البدأ بالبيشوب وبالنايت بتاعه، فحماه لا بأس. بس هنا سمح لي ان اكل النايت، وعشان يستعيد شو هيكل البادئ وفتح للملك، هذا اضعاف جيد. لعب هو الاي 5، سحب البيشوب، بدأ ياخد مساحة على جناح الملك دوت. لما اكل الراجل استعاد، ما عندوش ادنى مشكلة. جه الوزير في هذه النقلة بقى. ايه اللي حصل؟ يمكن في النقلة ديت انسحب. في النقلة ديت اللي بيلعب بالقطع البيضة انسحب من الماتش، رغم ان الماتش كان لسه فيه شغل يعني، بس هو حس ان هو هيكون يعني موت بطيء طويل له، فانسحب من الماتش ومضى بسلام. ماشي لا بأس. تعال نرجع من البداية. مش مهم ايه اللي حصل في الاند والميدل جيم، احنا عايزين نشوف افكار بعد ما انا برص قطعي، انا عندي ايه اقدر اقدمه. وتعالى نطلع شوية لسنة 2000 وناخد الماتش ده، لعلنا نلاقي فيه فكرة جديدة. الراجل بيلعب دي 4، رد بالاي 6. قلنا بقى ممكن اوصل باي ترتيب نقلت. سي 4، بي 6، جي 6. زي ما انا بقول له انت بتعمل ايه يا عم؟ بيطور النايت، فانكت بيشوب، مساحة مربعة في السنتر، طور النايت التاني، بيطور النايت، فانكت البيشوب التاني. البيشوب بيفتح او بيلعب دي 6 عشان يطور النايت بتاعه التاني، بايت. الاستاذ طور النايت التاني، مش عارف انت بتعمل ايه يا عم، او بدأ يفهم. الرخ تأتي في الفايل بتاع الاي، لعب بمنتهى الهدوء الاتش 6، لعب اتش 3، A6، وكمل الشكل بتاعه، طور البيشوب بتاعه. وهنا
لاعب هذه اللعبة العظيمة. G5 بتسمح لي ان ابيت، لو انا عايز ابيت هبيت. الرخ جابها في الفايل بتاع السي لا بأس، وهنا هو قرر يحارب هذا السنتر المرعب بانه يلعب السي 5. الراجل لعب الدي 5، طور النايت، بيسحب البيشوب. بتسحبه ليه يا عم؟ بطور وزيري، يطور وزيره وابيت. مفيش خوف، انا خلاص البادئ بتاعتي حمتها. الرخ تأتي ورا الوزير، جبنا النايت، الاستاذ اكل، الراجل استعاد بالبيشوب وحط البيشوب في مكان افضل. البيشوب بتاعه المكان افضل، وزيري النايت بيبحث له عن مكان افضل لا بأس. لما اكل سحب البيشوب وفي تهديد على النايت، النايت بيرجع، البيشوب بيهدد النايت عشان لما النايت يمشي ايه اللي يحصل؟ تنزل الرخ بهذا الشكل. الرخين مجوزين، طب هتعمل ايه؟ سحب النايت بيقدم مزيد من الدعم لهذا البيدق. اكل فاكل، نزل النايت مهدد حد من البيشوبس، والماتش انتهى هنا على ان الراجل اللي بيلعب بالقطع البيضاء انسحب. برضه مش مهم ايه اللي حصل في الماتش، مش مهم ايه اللي حصل في الاند جيم، اهم حاجه تطلع ببعض الافكار الجديده اللي ممكن. يعني انت الماتش ده طلعت منه بنقله الايه؟ نقله الجي 5، اللي هو بعد ما بيطور نقله الجي 5 سمحت لك بايه؟ ان حضرتك تبيت. انا مش عارف ليه الدنيا باظت كده، كنت عايز اعيدها تاني. ان حضرتك تبيت. شفت الجي 5 كانت مهمه في التبييت. كل ماتش هتلاقي فيه معلومه ايه جديده. الجي 5 دي اهم معلومه طلعنا من هذا الماتش، قدرتك على التبييت. تاني معلومه برضو لعبه السي 5 ازاي تضرب هذا السنتر. مش عارف احنا محتاجين ماتشات تانية ولا تكتفي بهذا القدر. لو محتاجين ماتشات تانية نشوف فيها افكار تانية ممكن، ولكن لو اتفرجت على 100 ماتش مش هيكون فعال زي انك تلعب 5 مباريات بايدك بقى، وبعد ما تخلص المباراة بتاعتك شغل الانجن وشوف ايه الاخطاء اللي انا عملتها. وهتتفاجئ ان في هذا النوع من الافتتاحات وجود قطع كتيرة على البوردة هيخلي البوردة مفخخة. يوجد كثير من الاخطاء اللي حضرتك ممكن تقع فيها او هو يقع فيها وتفشلوا في ان انتوا حتى تعاقبوا بعض او تنجحوا. لازم تشتغل بايدك. اتمنى تكون استمتعت واستفدت بالحلقة بتاعت النهاردة. شوفها اكتر من مرة عشان الافكار تثبت. سبسكرايب لو مهتم تشوف باقي السلسلة او السلاسل الجاية، واشوفك الحلقة الجاية على خير وسلام.